السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين المنظر ده؟ والله العظيم حرام حرام حرام، حقيقي فعلا حرام. انا مقصره في حق طيور النهارده، بس والله غير العظيم غصب عني. انا كنت بعمل البطاقه بتاعت ليلى بنتي ومتمرمطه ما بين الاداره وما بين المدرسه وما بين السجل. شفت احلى مرمطه النهارده، عاملين شقطوني لبعضهم، والاخر الضابط وقفني وقال لي الورق بتاعك مرتجع وما مرتجع والبطاقه بتاعتك مرفوضه وما مرفوضه، ووقفوني 3 ساعات في السجل. انا دلوقتي الساعه 3 طيوري ما اكلتش. انا كنت عارفه الطيور الكبيره وغسل المواعين مروقه البيت وخلصت شغل كله التاني قبل ما امشي، بس الطيور الصغيره قلت انا مش هغيب ساعه زمن وهاجي على طول. شفت احلى مرمطه النهارده. العبد في التفكير والرب في التدبير، فعلا حقيقي والله العظيم فعلا المثل ده صح. الساعه دلوقتي بقت 3، ما عملتش اي حاجه تماما، ودخلت جري على الطيور. شايفين؟ لا ميه ولا علف اهو، لا ميه ولا علف يا حبايبي. والله العظيم الطيور دي كتر خيرها النهارده، زمانهم بدوا علي. انا دخلت لقيت الطيور بتضرب بعضها، الديوكه ماسكه ببعضها ضرب من الجوع، ماسكين في بعض ضرب. فالحمد لله ان احنا جينا عشان نلحق الموضوع ده قبل ما يكبر، لان هم لسه صغيرين في السن وبداوا يضربوا بعض. بس هم بيضربوا بعض من ايه؟ من الجوع، لانهم فعلا جعانين. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الكميه كبيره، واقل علف اي علف انا بحط ليهم فبيخلصوه بسرعه. يعني اي كميه علف انا بحطها بيخلصوها بسرعه. بسم الله ما شاء الله. من ساعه ما شلت السمان من معاهم ما عادش في اي حوادث هنا تماما، لان السمان طائر مستهدف جدا جدا للفراخ. فانا لما شلت السمان من هنا الحمد لله الموضوع انتهى على خير. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب الخير، ويبعد عننا اي اذيه تقرب مننا او من طيورنا ان شاء الله. فربنا يبارك. فانا لما شلت السمان الموضوع بقى سهل جدا جدا وبقى بسيط، والفراخ رجعت لطبيعتها، ما عادش فران بتنزل في وسطهم، لان السمان لحمته مسكره فالفئران بتستطعمها. فساعه ما بيسمعوا صوت سمان في المكان تلاقوهم نزلوا واتجمعوا وينقوا السمان من وسط الطيور. لذلك هم خدوا لهم 3 4 فراخ كده في وسط السمان كده، اخدوا 12 سمانه وسابوا لي 18. ده الواجب اللي هم عملوه معايا، اللي ما اخدوش ما لحقوش ياخدوا الكميه كلها. هم كانوا هيكملوا عليهم تاني يوم، بس انا ما اديتلهمش الفرصه، اشتلت السمان قبل ما يرجعوا لي تاني. فالحمد لله لحقت 18 من ال 30. الف حمد وشكر لك يا رب. جايبه الميه مجهزاها معايا تغسل السقايات واملاها لهم، لان فعلا هم اتظلموا معايا النهارده، بس والله غصب عني مش بمزاجي. موضوع تاثير مع الطيور فبيبقى غصب عني لهدف معين او لحاجه معينه. اما بكون بره البيت مش اكتر، لان مفيش حد هيعمل مكان. لو انا تعبانه صحيا مجبورين وغصب عنهم هيعملوا، انما طالما انا سليمه ومفيش فيه اي مشكله محدش ينزل للطيور. فانا كنت رايحه اعمل البطاقه بتاعت ليلى بنتي، تمت ال 15 سنه، بقت انسه خلاص، محسوبه على الحكومه. فهي تمام يوم 15/9، فقلت لها لا ما عادش وقت بقى، يلا عدى 15 يوم ولا 20 يوم، يلا بينا نطلع نعمل البطاقه. وهي ما بتاخدش اجازه الا يوم السبت، فالمدرسه بتاعتها مقفوله النهارده، فرحت ختمتها من مدرسه تانية والختم ما كانش واضح. رجعوا تاني حولوني شؤون الطلبه في الاداره. رحت الاداره طلعوا عيني على مرضى يختموها، بهدله. رحت السجل كانوا ماني شطبوا لي على الاختام. دخلت جوه، الظابط وقفني. فليله كبيره الحمد لله ان الموضوع عدى على خير. فهغسل السقايات وهملاها وارجع لكم كده. خلاص يا حبايبي، من هنا السقايات صلي على عليه الصلاه محمد. والسلام، وحاطه لهم العلف بتاعهم. شايفين الدجل اللي مستقصد كل اللي في العشه الوقت، مش عارفه اعمل فيه ايه. اخر ما ازهق منه هقص له المنقار بتاعه، لانه فعلا مستقصدهم ومدور الضرب فيهم، عشان جاع مدور الضرب فيهم. بسم الله ما شاء الله كل يوم بيزدادوا حلاوه يوم عن يوم. البطايه كنت خايفه انها تموت، المشت الجقلب دي الحمد لله ما ماتتش، موجوده معانا لسه حي يرزق اهي. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هم من حقهم ان هم يضربوا بعض ويعضوا بعض، لانهم جاعوا فعلا، يعني جاعوا بطريقه صعبه. فالحمد لله قدر الله مش فعل. نطلع بقى نعرف الفراخ الصغيره والسمان والطيور اللي طالعه الاخر من الفقاسه، نشوف دنيتنا مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه اشيل كل حاجه في ايدي. دول برضو زي ما مخلصين ميه وعلف، ما دخلتش عندهم برضو النهارده. هقفل بس على الفراخ التانية عشان مفيش بس حاجه تطلع بره. خش بقى اديني بلعب كوره ما عدتش قادره. شوف بقى السمان بتاعنا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كميسل برضو فاصلين من كله ميه وعلف. الزعاربه الصغيره ده هي مخلصين ميه وعلف. التانيين هم اللي 18 كبارهم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك. والتانيين بدا يظهر فيهم احجام حلوه اهي، يعني التانيين اللي ورا منهم
اللي كان فيه 10 تانيين طالعين وراهم بدا يظهر فيهم احجام حلوه اهي. فربنا يبارك يا رب. احط لهم علفهم. كلوا يا حبايبي، كلوا يا حبايبي. انا عارفه ان انا غلطانه في حقكم النهارده بس غصب عني. شوف برضو السقايه فاضيه بس فيها بواقي ميه يعني ملحقوش يعطشوا. هنغسل برضو السقايه ونحط لهم ميتهم. ملينا السقايه وهم اتجمعوا كلهم على العلف هناك اهو شايفين، عشان جعانين يا جماعه. الجوع كافر والله العظيم. اول حاجه بتذل البني ادم او الطير الجوع. الجوع بيقتل صاحبه. هنعمل ايه بس؟ الحمد لله. دول قدام منهم بواقي ميه وقدام منهم بواقي علف، مش هحط لهم اي حاجه دول لحد ما ينضفوا. خراب اللمبه كانت هتروح في لحظه، خبطتها. عايزاهم بقى يلموا اللي هم مبعزينه ده كله. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دول اللي كانوا موجودين مع السمان الصغير واللي كانوا موجودين هنا الصغيرين، الله اكبر عليهم. فاقوا لما شلت الكبار من وسطهم، يعني لما شلت الفراخ الكبيره بدا يظهر فيهم احجام تانية كبيره اهي. بسم الله ما شاء الله. فاقوا على طول لان التانيين كانوا كبار عنهم وبيدوسوا عليهم. فمجرد ما اشتلتهم دول بقى حجمهم مقارب لهم على طول اهو. فربنا يبارك. كل ما توسعي الفرخ وتشيلي الكبير اللي معاه كل ما الفرخ معاكي يزداد حلاوه ويتحسن معاكي اكتر واكتر. فربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. بقى فيهم احجام حلوه اهي. الحصوه بتاعتهم مليانه. فانا مش هحط لا ميه ولا علف. العلف والميه قدام منهم. مش حاطه اي حاجه لحد ما ينضفوا المكان بتاعهم تماما. المكان ناشف ونضيف. السبله بتاعتهم ناشفه فهينقوا العلفه ما فيش اي مشكله خالص. فهنسيبهم بقى كده لحد ما ينضفوا اللي قدام منهم تماما. ربنا يبارك. في واحده معدنه النهارده هجيب له بط رقد من عندها لو جالنا ان شاء الله اصور معاكم. ربنا يبارك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ده السمان اللي خارج معانا الاخر اهوت، والكتاكيت اللي كانت خارجه معاهم، والكتكوت الرومي اللي طالع الاخر اهوت. مش قادر يقف على رجليه. انا عايزه اربطه والله وخايفه اربطه ويقوم ميت. الاصفر اللي عليه ده كركم، يعني الاصفر اللي عليه ده كركم يكون نايم على ظهره 24 ساعه في قلب العلافه. الاصفر ده كركم. انما الكتكوت التاني هو بسم الله ما شاء الله في وسط الفراخ واقف اهو مع الفراخ اهوت، الله اكبر عليه. والسمان والدنيا كلها بتجري وتمام. بس ده يعني هو قاعد اهوت لما انا عدلته بيتعدل ويرجع ينام تاني على ظهره. هو عايز يتربط رجليه بس انا خايفه اربطه لان كم مره ربطت طيور اربطها تقوم ميته. الرومي بالذات حساس جدا جدا زي السمان. فانا مش عايزه اربطه، هسيبه ونصيبه. عاش عاش مات يبقى ملناش نصيب فيه. بس بسم الله ما شاء الله السمان والفراخ الله اكبر عليهم. ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك للجميع. هنفضل بس السقايه بتاعتهم برده واحط لهم ميه بس. مليت السقايه يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. الفراخ مجمعه في مكان والسمان في مكان. ايوه وسعوا لبعض كده واهتموا ببعض وخدوا بالكم من بعض. اما السمان تاني كانوا طالعين معوقين اهو. دي بتعملها كده؟ لا دي بتذكر الله دي ولا ايه؟ مالك يا حاج؟ طب قولي لي من النبي مالك؟ ايه اللي حصل فيك؟ دي مالها دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انا بشوف العجب والله العظيم في الفقاسه بتاعتي دي. الطيور اللي طالعه بشوف فيها العجب. صبعه اللي هو اهوت متني عمال بيتنيه، يعني هو عديل ورجع يتنيه تاني وماشي يذكر الله. دي ماشي في رحاب ربنا ده. لا حول ولا قوه الا بالله. وبيجري وبيروح وبيجي اهوت وماشي رافع رقبته في السما. الله المستعان. والله العظيم بشوف العجب فعلا. الحمد لله. الحمد لله ان انا جيت ولحقت طيوري قبل ما يحصل فيها مشكله كبيره وعلفتهم وحطيت لهم ميتهم لان فعلا الجو النهارده حر. بس الحمد لله احنا لحقنا الموضوع قبل ما يحصل اي خسائر. ربنا ما يخسرش اي حد يا رب ابدا. اللهم امين يا رب. اللهم امين. ده اخر انتاج يا حبايبي خارج معانا اللي انتم شايفينه وانا مستقبلها وياكم. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم ولامه محمد اجمعين. استنوني في فيديو جديد واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.